نبدأ بسم الله وبالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم ووصفة جديدة من مطبخ السبع بهارات. هنعمل النهاردة الجمبري، هنعمله في الصينية، هنعمله بطريقة سهلة وسريعة وطعمه ما شاء الله جميل جدا جدا. أسيبكم تشوفوا المكونات معايا، أنا كاتبالكم المكونات على الشاشة. نبدأ بسم الله. بستخدم مقص وبقص كده الراس بتاعة الجمبري، بداية كده من العين بتاعة الجمبري، بتقص كل الجزء ده بالمقص. شكل الجمبري بيكون شكله انضف كده وشكله بيكون افضل لما بتقصي الجزء ده. وبعد كده بستخدم سكينة تكون سنها رفيع، وبتفتحي كده الجمبري من الراس لحد الظهر زي ما انت شايفة كده في الفيديو، علشان نطلع الخيط الرملي اللي بيكون موجود في الجمبري. بعد كده بتنضفي الجمبري كويس بالمية، بتغسليه مرة واتنين وتلاتة علشان تتأكدي ان هو نضف ومفيش فيه اي رمل ولا حاجة. شايفين ما شاء الله بعد ما نضفناه وشلنا الخيط الرملي، نضفنا كل الكمية. نبدأ بقى نتبل الجمبري بتاعنا. معايا البهارات بتاعتي ملح وكزبرة وكمون وفلفل اسود وحبهان مطحون ومع ربع معلقة صغيرة من الشطة. باخد نص كمية البهارات دي ومعاها هريسة الشطة والشبت والكزبرة والثوم المفروم ومعلقة كبيرة من المستردة وعصير ليمون وشوية من الزيت، ربع كوباية كده صغيرة. بنخلط كل المكونات كده مع بعضها، وبتتبلي الجمبري بتقلبيه وبنقلبه كويس في الخلطة الجميلة دي. الخطوة دي ما شاء الله بتدي للجمبري برضو طعم حلو جدا لما بيستوي. بنسيبه بقى على جنب كده لمدة 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما بنجهز الصينية بتاعتنا والخضار اللي احنا هنستخدمه مع الجمبري. بتقطعي الخضار بتاعك اي تقطيعة، اللي مقطعاه كده مكعبات صغيرة، البصل والفلفل والثوم وفلفل الوان وكزبرة خضرة وشوية من الشبت. ومعايا بقية كمية البهارات اللي احنا حطيناها على الجمبري. برضو بتبل الخضار بتاعي عشان كل حاجة تكون متبلة وطعمها مظبوط. بعد كده بنزل بالجمبري بتاعي على الخضار وبنقلبه. الجمبري بتاعنا متبل والخضار كمان متبل. بتغطي بقى الصينية بتاعتك بطريقة محكمة، تغطيها بورق فويل او بغطا يكون محكم، وممكن تدخليها في الفرن او تحطها على عين البوتاجاز. بتحطها في البداية على نار عالية وبعد كده بتخلي النار وسط. الجمبري ما بياخدش وقت في التسوية، ما بياخدش وقت خالص، من 10 دقايق ل 12 دقيقة بيكون الجمبري بتاعك استوى. ما تزوديش فترة السوى علشان الجمبري بتاعك ما ينشفش منك. شايفين ما شاء الله الجمبري نزل الصوص بتاعه والخضار، ما شاء الله الريحة جميلة جدا وطعمه كمان ما شاء الله في منتهى الروعة. وده الصوص اللي نازل منه ما شاء الله مركز، ما حطيناش مية ولا حاجة. دي المية اللي نزلت من الجمبري والخضار اللي احنا حاطينه. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من المشتركين، وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديو الجديد ان شاء الله. واسيبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.